بيتزا رول بعجين اللي كتجي هشيشه بزاف، راه ما يمكنش شحال كتجي هشيشه ولذيذه لذيذه لذيذه لذيذه. فبقاو معايا باش تشوفوا طريقه التحضير والمقادير. اللي كنتو اول مره غتشوفوا القناه فما تنساوش تابوناو وتخليو جيم باش يبقى ديما يوصلكم جديد. ومرحبا بكم جميعا. في المقادير غادي نحتاج كاس ونصف ديال الماء دافي، غادي نضيف عليهم معلقه كبيره ديال الخميره ديال العجين، غنضيف عليهم معلقه كبيره ديال السنيده، غادي نخلطهم مع بعضياتهم ونغطيهم نخليها حتى تختمر على هاد الشكل. فمن بعد ما كتختمر كطلع ليا كيف ما كتشوفوا هانتوما. فغادي نضيف عليها 2 معالق كبار ديال بودره الحليب، وغنضيف عليها 2 معالق كبار ديال زيت العود او زيت الزيتون وزيت البلديه، غنضيف عليها شويه ديال الزعتر، الملحه، و 2 كيسان ديال الدقيق هما الاولين غادي نضيفهم حتى نخلطها. غنضيف عليها بيكين باودر، وغنضيف عليها معلقه كبيره ديال الزبده اللي ذوبتها. كنخلط على هذا الشكل العجين بحال هكا، ومن بعد كنبدا نضيف الدقيق بشويه بشويه. فمن بعد غنضيف كاس ونصف ديال الدقيق، يعني في المجموع استعملت 3 كؤوس ونصف من الدقيق الابيض. كيف ما كتشوفوا هنا ضفت شويه الابزار باش كيعطينا واحد النكهه حتى هو للعجين. صافي، وكنبقى نضيف بشويه بشويه، كنبقى نضيف الدقيق على هذا الشكل. كنجمعوها غير بيدينا، غير بالاطراف ديال ايدينا. فمن بعد ما كنجمعوها كندهنوها بشويه ديال زيت العود، وكندهنوا البول، وكنخليوها حتى تختمر لينا ونرجعوا ليها. من بعد في المقلاة غنديروا شويه الزيت، عندنا هنا 2 بصلات كبار اللي مشلضين، عندنا 2 فصوص ديال الثومه غادي نحكوهم، عندنا قزبر ومعدنوس حتى هما غنديروهم نخليو حتى تشحر شويه، ونضيف عليهم 3 الحبات ديال الفلفل، عندنا معلقه صغيره ديال الابزار، الملح على حسب الذوق، وشويه من زيت البلديه، ونخليوهم يتشحروا. من بعد ما كيتشحروا فكنضيف عليهم شويه الزيت من الطون اللي استعملنا. صافي، وكنطفيو عليهم نخليو يتشحروا مع شويه، نطفيو عليهم. هنا اختمرت لينا العجين كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل. فغادي نحيدوها من البول او الاناء اللي درناها فيه، وغادي نديروها على سطح العمل، نديرو شويه دقيق فوق سطح العمل، وغنديروها على سطح العمل ونطلقوها هكا على هذا الشكل حتى تطلق لينا كلها. نبقاو نطلقو من الجوانب حتى تطلق. فمن بعد ما كتطلق كنجيبو شويه صوص طوماط، انا استعملت صوص طوماط جاهزه، كندهنوها على العجين، كنضيفو البصله والفلفل اللي كنا شحرنا، نديرو شويه الطون والفرomاج. تقدروا تستعملوا اي حشوه بغيتو ماشي مشكل، فقط انا استعملت هذه الحشوه يعني على اساس بيتزا. صافي، كنديرو الفرomاج وكنبداو نجمعوا العجين بحال هكا على هذا الشكل، نجمعوا من الاطراف بحال هكا ونبداو نلويو. العجين كتجي رطبه بزاف، ما تخافوا منها ما والو، غير جمعوها، ما تخافوها ما تخافوا منها ما والو. وانتم كتجمعوا هي غتكون غاده معاكم، راها كتجي رطبه. صافي، من بعد ما كنجمعوها غادي ناخذ موس وغادي نقسمها من هنا كيف ما كتشوفوا معايا. بغيتو تقسموا العجين على 2 مرات، طلقوها المره الاولى وعاود المره الثانيه، ولكم الاختيار. انا فقط هنا طلقتها مره واحده باش تجيني سهله. صافي، هنايا كنوركو كنضغطوا بيدينا من التحت، وكنبداو نلصقوا في العجين بحال هكا. كنبداو نلصقوا كيف ما كتشوفوا، كنجبدوا العجين من التحت وكنبداو نلصقوا على هذا الشكل حتى كنكملوا الاطراف كاملين. صافي، ودابا غنبدا بداي بحال كتقرصي فيها باش كتلصق هكا على هذا الشكل. تبداو تقرصوا فيها باش تلصق. صافي، كنجيب خيط اللي يكون طويل ونخشيه من تحت العجين ونجمعه بحال هكا كيف ما كتشوفوا معايا، باش كتجيني التقطيعه مقاده بلا ما نبقى نضربها مع الموس، حيت العجين كتكون رطبه بزاف. صافي، كنعاود نفس الشكل كنديرو حتى كنكمل كل شيء بحال هكا كيف ما كتشوفوا، وكنجمع بحال هكا حتى كنكمل العجين ديالي كامل.
كنبقى غادا وانا كنحط في اللاطه. بحال هكا تقدروا تقطعوها دوائر كبار كما تقدروا تقطعوها دوائر صغار، ولكم الاختيار. راه هي كطيب يعني ما تخافوا منها ما والو. الا جاتكم في الدور هذا غير حطوها، كتجمعيها بحال هكا، كتهزي وكتحطيها على هاد الشكل، على هاد الشكل كتحطيها في اللاطه، يعني هكا مقلوبه باش كتجي كهولي وكتبان داكشي. صافي هنا عندي العجين الثاني اللي بقات ليا فطابت بزاف، وباش تجيني حتى مقاده في هذا مقاده في التقطيعه، فكنطويها طويتها كيف ما كتشوفوا معايا هكا على هاد الشكل، وغادي نعاود نطلقها فقط باش تجيني مقاده وطابت بزاف. يعني خاصها تعاود تجمع كما قلت لكم. العجينه كتجي رطبه وكتجي هشيشه، راه ما يمكنش حق كتجي هشيشه، كتجي زوينه بزاف. صافي كنطويها وكنعاود نطلقها على هاد الشكل، نطلقو من الجناب ونطلقو من الفوق حتى كنكملو الطليق. صافي من بعد كنجيب صوص طوماط كيف ما درت في الاولى غادي ندير في الثانيه على هاد الشكل، وغادي نطلق فيها صوص طوماط، وغادي ندير فوق منها فلفل. درت نفس الكميه في الاول وهنا خليت نفس الكميه في الثاني، وضفت عليها الطون. وهنا كنحاولوا نضغطوا من التحت على العجين باش ملي نلويوها نلقاو كيفاش نجمعوا العجين. صافي كنبدا نلويو من التحت هكا على هاد الشكل، وحنا غاديين وكنلويو. هنا ما ضفتش فيها الفرماج حيت ما قلت هذيك نديرها بالفخوماج وهذه بلاش، ماشي ضروري من الفخوماج. كتعجبني البنه تكون يعني بعض المرات بلا فخوماج، تعجبني تكون البنه يعني طبيعيه. صافي كنجيبو هكا العجين اللي خلينا الاطراف اللي لصقنا كنجمعوهم هكا ونبداو نقصو بحال هكا، يعني كتبداي تقصي في العجين باش كتلصق. هنا واخا تبان لكم تحلات، هذيك البلاصه اللي تحلات عاودي قصيها مع العجين الاخر غتجمع. يعني ما تخافي ما والو، راها ساهله ماهله بالنسبه للمبتدئات اللي باقيين يلا اول مره يتعلموا. اما اللي موالفه كتصايب راك عارفه اختي راه كلشي قدامك. كنجمعوها بحال هكا حتى كنكملوا الاطراف كاملين. كنعاود نجيب تاني خيط كيف ما درت في الاولى غادي ندير في الثانيه، ونقطع على هاد الشكل، نخشي نهزها بالصبع. الا بانت لكم شي بلاصه محلوله بحال هكا العجين نعاودو نلصقوها، نخشيها بالصبع ونخشي الخيط ونهزها بحال هكا ونقادها. ها نتوما كيف ما كتشوفوا، وغادي نحطوها في اللاطه ونبقاو غاديين على هاد الشكل حتى كنكملوا العجين كله. ها نتوما بحال هكا تهزيها من التحت وتجيبي الخيط وتجمعي، تجيبي خيط من هاد الجهه تعطيه لهاد اليد، والخيط الاخر تعطيه اليد الاخرى، وتجمعي على هاد الشكل حتى كتقطع لكم وتقلبي الرولي ديالكم وتحطوه في اللاطه. راه ساهله 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 بزاف وكتجي زوينه، فقط غير تبعي المراحل وتبعي المقادير. هانتوما على هاد الشكل. صافي تحاولوا تضغطوا عليها شويه وتحطوها في اللاطه. فصافي هنا من بعد ما حطيتهم كاملين في اللاطه حاولوا تقرصوها شويه بيديكم قبل ما تدهنوها بالصوص. انا هنا دهنتها بالصوص عاد قرصتها فنسيت. حاولوا تقرصوها شويه وحطوهم باعدين على بعضياتهم حيت راه كتختمر وكتزيد تكبر في الطياب. كيف ما شفتوا انا هنا قرصتها، فكندخلوها على فرن اللي كان مسخن على درجه حراره 200. كنخليوها من 10 دقائق على حتى ل 20 دقيقه، وحنا كنقلبوا فيها من التحت. ملي تبان لكم تحمرات من التحت تهزوها شعلوا على الفرن من الفوق والتحت. ملي تبان لكم تحمرات من التحت هزوها من التحت شوفوها واش تحمرات وخرجوها. فبالنسبه لي ما عندهاش الفران ديال الضوء، تقدري تستعملي الفران ديال الكاس تشعلي عليها غير من التحت، تخشيها الفوق وتخليها حتى تحمر. من بعد خرجيها وخشيها لتحت باش تحمر لك من الفوق. ملي تبان لك طابت من التحت فحيديها من الفوق وخشيها لتحت باش تحمر لك ثاني من الفوق وبصحه وراحه. فبالنسبه لي ما فهمتش شي حاجه تخليها ليا في الكومونتير، كنجاوب كاع لي كومونتير. بسلام عليكم.